الشامي يعتذر عن آخر بث مباشر عمله وحكيه انه جاب العيد فيه. تعالوا احكي لكم القصة. الشامي طلع اليوم بفيديو جديد وحكى انه انا بعتذر يا جماعة لانه باخر بث مباشر عملته انا جبت العيد او بجوز انا العيد، بس انا انسان بحكي بشكل طبيعي وبشكل عفوي وغالبا عم بنفهم غلط. يلي ما بيعرف القصة هي انه الشامي طلع بلايف، احد المتابعين كتب له انه الشامي ايمت رح تتجوز ونشوف فعاليات عرسك، فرد الشامي بطريقة كتير صادمة وحكى له شو شايفني شامي بيوتي، انا ضفر مرتي ما بيطلع على السوشيال ميديا. ومن بعد هذا البث انقلبت السوشيال ميديا بهذا الكلام يلي حكاه الشامي، ومن بعدها بلشت التعليقات انه الشامي عم يقصف عيلة معينة أو إنه الشامي عم يرد على المتابعين يلي دايما بيربطوا بأسماء مشاهير معينة. حكى إنه هو مرته ما بتطلع على السوشيال ميديا. طبعا كان الشامي واضح إنه رد بطريقة كتير عفوية وغير محسوبة، وإنه هو ما قصده بأي حدا أو إنه الكلام ينفهم بطريقة غلط. برأيي الشخصي إنه شامي إنسان كتير محترم، وهذا اللي خلاه يطلع ويبرر ويعتذر من المتابعين. وبرأيي إنه هو ما كان قاصد حدا وإنه بيحكي بشكل عفوي. أنتو شو رأيكم برد الشامي؟ اكتبولي بالتعليقات وتابعوني. باي.